عليكم ورحمة الله. لا صوت يعلو فوق صوت مباراة فيوتشر. ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية. زمالك وفيوتشر 9 مساء من استاد السلام. ماتش فيوتشر بحضور 15,000 متفرج. نتمنى ان كلهم يكونوا ان شاء الله من نادي الزمالك وان الجمهور يكون حجز كل التذاكر ويشجع الفريق بكل قوة. مباراة مهمة، البطولة الوحيدة، الأمل الوحيد لنادي الزمالك هذا الموسم بعد طبعا خسارة كأس مصر قدام الأهلي اللي أقيم بالمملكة العربية السعودية. هننسى اللي فات بقى وننسى ان بعض الانتقادات اللي وجهت للفريق ووجهت لمدير الكوره ان اللعيبه راحت سحور ايمن ممدوح عباس وهي والجهاز الفني، كان المفروض ان هم يراعوا مشاعر الجماهير او ان هم المفروض ان هم يكونوا مركزين في ماتش فيوتشر. لكن دلوقتي في اللي جاي الراجل بيستعد، الراجل بيتفرج على ماتشات فيوتشر، الراجل بمحلل الاداء بيشوف كل كبيره وصغيره خاصه بهذه المباراه. مباراه مصيريه مهمه جدا. فيوتشر مش فريق سهل، في اخطاء حصلت في الفتره اللي فاتت طبعا المفروض ان هي تتصلح. شفنا مباريات زد الفرقه كانت فايزه 2-0 وقدر فريق زد يتعادل في دقيقتين فقط، في الدقيقه 81 81. وده نفس اللي حصل يا جماعه في مباراه الجونه. الزمالك كان مغلوب وبعدين الزمالك تعادل وبعدين تقدم 2 وبعد كده قدر ان فريق الجونه ان هو يعدي من المباراه ويفوز ويحط جونين مره واحده ويتقدم على الزمالك 3-2 في هذه المباراه. كل هذه الاخطاء اعتقد ان في مفاجات في مباراه فيوتشر في التشكيل. الراجل هيعمل بعض التغييرات مع ان هو يعتمد على الحرس القديم زي ما بنقول او اللعيبه القديمه بدرجه كبيره، باستثناء ربما يكون احمد حمدي ليه دور في هذه المباراه وزياد كمال. ممكن يكون الاثنين دول يكون المفاجاه بتاعه جوميز في مباراه فيوتشر. طبعا ورا معروف محمد عواد خلاص استقر الجهاز الفني ان هيشرف محمد عواد كحارس اساسي، حمزه المسلوسي، حسام عبد المجيد، عمر جابر، احمد فتوح. في الوسط طبعا قلنا زياد كمال وعمر السعيد. طبعا معروف ان عبد الله السعيد هيغيب عن هذه المباراه هو وناصر ماهر وسيف جعفر، وطبعا مصطفى شلبي، وطبعا زيزو يعني احتمال ضعيف جدا. زيزو حتى الان لم يدخل التدريبات الجماعيه رغم ان هو بيبذل مجهود كبير جدا. يعني نفسه ان هو يحضر المباراه الاولى ولكن ربما يحضر المباراه الثانيه ويكون جاهز ليها. قلنا بقى مصطفى شلبي، في سامسون اكينولا اللي هو متالق في الفتره، في طبعا شيكابالا، في اوباما يوسف اوباما. فدي المجموعه اللي هو هيعتمد عليها. لكن ان هو بالنسبه للمدير المفاجاه بتاعته اللي هو زياد كمال واحمد حمدي. وزياد كمال يمكن شارك في مباراه زد الوديه وقدم مردود كويس للناس اللي شافته واتفرجت عليه، قال ان هو ما شاء الله في التسليم والتسلم والدفاع يمكن هو عنده مهارات عاليه جدا. لو سليم 100% بيكون لعيب مفيد. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها موضوع كهربا. خلاص زي ما قلنا قبل كده يا جماعه ان كان المفروض ان مجلس الاداره يطلع يرد على كهربا. مين اللي رد؟ اللي رد رامي نصوحي عضو مجلس اداره الشباب، اللي رد الدكتور حسام مندوق امين الصندوق، اللي رد عمرو ادهم. وحتى عمرو ادهم رد باسلوب يمكن غير مقبول تماما. يمكن البعض كان بيقول لك الناس قبل كده المجلس اللي فات كانوا بيتكلموا وبيشدوا في الكلام وبيقولوا كلام يعني بيخرجوا عن النص. لكن عمرو ادهم يعني عيب ان هو يقول على سيف زاهر ان هو جاهل، ما ينفعش الكلام دوت. يعني ده عضو مجلس اداره وعضو مجلس اداره قيمه وقامه. كنا نتمنى ان يطلع رد رسمي من مجلس اداره نادي الزمالك، مش كل واحد عضو مجلس اداره بيرد على الصفحه بتاعته الخاصه. طب المنظومه الاعلاميه فين؟ طب الصفحه الرسميه فين؟ ما نعرفش. يمكن دي غلطه، انا بعتبر ان دي غلطه من غلطات المجلس. كان المفروض انه يرد يريح الجماهير، حتى مش هقول بقى يطلع بالمستندات ولا يطلع الشيك اللي فاضل. معروف ان طبعا في فعلا مبلغ متبقي حوالي 7 و10 مليون جنيه على كهرباء لسه ما دفعش لحد دلوقتي، ودي الحقيقه اللي معروفه. يمكن هو عامل بيها شيك وما اعرفش بقى الشيك هيتصرف امتى، هيتصرف في اخر الشهر، هيتصرف في ابريل حسب الاتفاق اللي تم ما بينهم. لكن كان في اتفاق فعلا تم ان هو يدفع مبلغ ويبقى مبلغ ثاني يعني دفع الغرامه بالتقسيط. فمجلس الاداره كان المفروض انه يطلع يوضح للجماهير الحقيقه الكامله. بالنسبه طبعا للفتره الجايه في يمكن اجتماع مجلس الاداره النهارده. اجتماع ده المفروض ممكن مجلس يطلع بيان، ممكن هيشوفوا بقى المفروض التدعيمات بتاع فريق اليد اللي هيشارك في السوبر الافريقي. حتى الان لم يتم تدعيم فريق اليد اللي هيشارك في السوبر الافريقي، اللي هيشارك فيه الاهلي، اللي هيبقى هيتلعب في مدينه عنابه بالجمهوريه الجزائريه او الجزائر يعني.
فنتمنى التوفيق لنادي الزمالك، نتمنى التوفيق لجماهير نادي الزمالك، نتمنى التوفيق لفريق الكره في مباراته الهامه مع فيوتشر. وشكرا.